الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل شيء في الدنيا يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا شيئا واحدا يبدأ كبيرا ثم يصغر، ألا وهي المصيبة. تبدأ المصيبة كبيرة جدا ثم تصغر شيئا فشيئا بالنسيان. كذلك الدنيا عند أهل الإيمان، حب الدنيا أصل كل بلية. تبدأ عند أهل الإيمان كبيرة كالمصيبة، فإذا عظم إيمانهم قلت الدنيا عندهم شيئا فشيئا فشيئا حتى تتضاءل. هذا العقد، وأي عقد له ثلاثة أطراف: البائع والمشتري والعقد نفسه. فهذا عقد بيع، وهو معروض علينا جميعا. الثمن، أزيد على عقد البيع الثمن، بائع ومشتري وصيغة العقد والثمن، يبقى 4 أركان. صيغة العقد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل هو المشتري، والثمن الجنة، وشروط العقد: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ايه اللي ناقص؟ توقيع البائع. المشتري مضمون، والثمن مضمون، والعقد واضح، يبقى توقيع البائع الذي هو أنا وأنت. فهل توقع؟ كثير من الخلق لا يوقعون. ليه؟ للعلة التي ذكرتها: حب الدنيا وكراهية الموت. يخاف أن يقتل، يخاف أن يموت. الصحابة الذين ليس لهم في الدنيا نظير ولم يجد مثلهم أحد، يقتربون منهم ماشي، لكن يساوونهم فضلا عن أن يكونوا فوقهم، هذا ما عرفناه قط. كان ابن عمر وحذيفة وغير التابعين لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. إنهم فضلوا كل من جاء بعدهم بالإيمان والبذل،
ذكر أهل السيرة أن خديج بن رافع والد رافع بن خديج هو صحابي وابنه صحابي، أن خديج بن رافع عرض ابنه رافعا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خديج يا رسول الله إن رافعا راميا، بيرمي صح، صغير لكن بيرمي صح، فاستعن به، فأجازه، فغار سمرة ابن جندب وقال يا رسول الله أجزته ولم تجزني وأنا أصرعه، ده أنا أقوى منه، مرني فلأصارعه. قال فتصارع فصرعه سمرة فأجازه. أين تجد هذا؟ يغار أنه لا يقاتل، هو رامي بس أنا أقوى منه، وعلامة قوتي أنني أصرعه إذا تصارعه، فصرعه فأجازه يوم أحد، برغم أنه عرض عليه سمرة يوم بدر فلم يجزه. مثل هؤلاء لا يغلبون، يتصارعون من يموت أولا في سبيل الله. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال عمي أنس بن النضر الذي سميت به ولم يحضر بدرا لقد تغيرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مشهد شهد، يتحسر على ذلك، ولئن أحضرني الله مع نبيه مشهدا ليرين الله ما أصنع، ثم خاف أن يقول كلمة غيرها، كلمة فلتت منه. وأنس بن النضر أحد أولياء الله، لما كسرت الربيع بنت النضر أخته ثنية امرأة أخرى، والثنية مقدم الأسنان، فجاء أهل المرأة التي كسرت ثنيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله القصاص، فعرض عليهم الدية فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فقال أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق. قال يا أنس كتاب الله القصاص، قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع أبدا، يا أنس كتاب الله القصاص. لا زال يقول له ذلك حتى قبل الناس الدية، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر كان وليا من أولياء الله، يقول لئن أشهدني الله مع رسوله مشهدا ليرين ما أصنع، ثم خاف أن يكون تجرأ وارتكن على حوله وقوته من حول الله وقوته، خاف على نفسه فلم يقل كلمة غيرها.
أحد. وأنتم تعلمون الذي جرى من فرار الناس. لقي أنس بن النضر سعد بن معاذ، فقال أنس: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة، إني لأجدها دون أحد. وقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فوجد به 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورميات بسهم، حتى أن أخته الربيع صاحبة الواقعة لم تعرفه إلا ببنانه، ما عرفتوش من وشه. كثرة الطعنات والضربات والدماء التي غطته ما عرفته من وجهه. فنزل في أنس وأصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لأن أنس قال إيه؟ قال: لئن أحضرني الله مشهدا ليرين ما أصنع. حقق الله عز وجل له ما قال. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا،